في صفحات التاريخ اللي مش كل الناس تعرفها دايما في حكايات بتختفي بين السطور، قصص عن ملوك ومعارك، شعوب وأحداث غريبة. كل حدوتة فيها سر، وكل سر وراه حكاية. مع بعض هنغوص في أعماق الزمن ونعرف حكايات ما اتقالتش. مملكة أكسوم، المملكة العريقة اللي ازدهرت في القرن الأول الميلادي، كانت واحدة من أقوى الممالك في أفريقيا الشرقية، وامتدت نفوذها عبر أجزاء من إثيوبيا، إريتريا والسودان. أكسوم كانت مركز تجاري ضخم، بتتعامل مع الإمبراطورية الرومانية والفارسية والهند، ووصلت تجارتها للجزيرة العربية ومصر، ويمكن حتى لحد البحر الأبيض المتوسط وما شماله. الأكسوميين كان لهم أسطول تجاري ضخم، وكانت سفنهم بتجوب البحار والمحيطات، بتنقل بضايع زي العاج، الذهب والبهارات. المملكة كان عندها نظام نقدي متقدم، وده كان بيظهر في العملات اللي كانت بتصنع هناك. العملات دي كان عليها رموز مميزة زي الهلال والشمس، اللي كانوا بيمثلوا مزيج بين المعتقدات المحلية والدينية. أكسوم كمان كانت مشهورة بالبنية التحتية المعمارية المبهرة اللي بتظهر في المسلات الضخمة اللي لسه موجودة لحد النهاردة. أضخم مسلة في أكسوم كانت بترتفع لأكثر من 24 متر، وهي موجودة في مدينة أكسوم في أثيوبيا دلوقتي، وبتدل على المستوى الفني والهندسي الرائع اللي وصلوا له. المملكة دي كانت مزدهرة مش بس في التجارة والمعمار، لكن كمان في الفن والثقافة. في بداية القرن الرابع الميلادي، أكسوم دخلت عصر جديد لما الإمبراطور عيزانا اعتنق المسيحية، وأصبحت المملكة واحدة من أولى الممالك اللي تبنت المسيحية كديانة رسمية. المسيحية انتشرت بسرعة في المملكة، وده ظهر في الكتابات اللي كانت بتنقش على المسلات والمعابد. لكن في القرن السابع الميلادي بدأ زوال مملكة أكسوم بشكل غامض. أول علامات الانهيار ظهرت بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية اللي شملت الجفاف والمجاعات. الزراعة في أكسوم كانت متأثرة بشكل كبير، لأنهم كانوا معتمدين على نظام ري قديم، وده ما كانش كافي لمواجهة التغيرات المناخية اللي ضربت المنطقة في الفترة دي. الأراضي الخصبة بدأت تنكمش، والمجاعات انتشرت بين الناس. وفي نفس الوقت كان في ضغوط خارجية كبيرة. الممالك المجاورة بدأت تتوسع وتحاول تاخد جزء من نفوذ أكسوم، زي مثلا مملكة النوبة اللي كانت بتسعى لفرض سيطرتها في الجنوب، ومملكة حضرموت في الشرق. ده كان عامل ضغط إضافي على أكسوم اللي كانت بتحاول تحافظ على نفوذها في المنطقة. التحولات الدينية والسياسية في العالم الخارجي كمان كان ليها تأثير كبير في الوقت ده. الإسلام بدأ ينتشر في الجزيرة العربية وفي أجزاء من إفريقيا، وبدأت تظهر دول جديدة بتهدد مكانة أكسوم التجارية والدينية. مع تراجع قوة الدولة الفارسية اللي كانت واحدة من أقوى حلفاء أكسوم، المملكة فقدت توازنها على الساحة الدولية. واحدة من أهم اللحظات في تاريخ أكسوم كانت لما الإمبراطور كالب قاد حملة عسكرية ضد مملكة حمير في اليمن، وكانت محاولة للحفاظ على نفوذ أكسوم في الجزيرة العربية، لكن الحملة فشلت. وبعد الحملة دي أكسوم بدأت تفقد قوتها العسكرية والسياسية تدريجيا. مع مرور الوقت انكمشت حدود المملكة بشكل كبير، والمراكز التجارية اللي كانت بتعتمد عليها زي ميناء عدوليس على البحر الأحمر تدهورت. ده كان بسبب غزو الفرس لمناطق نفوذ أكسوم في البحر الأحمر، وصعود قوى تجارية جديدة زي الدولة الإسلامية اللي سيطرت على الممرات التجارية. وفي النهاية أكسوم اللي كانت بتمتد عبر مساحات شاسعة اتحولت لحاجة أشبه بالأسطورة. الحضارة دي اللي كانت واحدة من أعظم الحضارات في أفريقيا انتهت بدون سبب واضح مكتوب في التاريخ. العلماء ما زالوا بيحاولوا يفهموا إيه اللي حصل بالظبط، لكن كل اللي فضل منها هو الآثار والقصص اللي بتحكي عن مجدها القديم. الموضوع ده بيفتح مجال للتأمل وتفكير، زي حضارة عظيمة زي أكسوم ممكن تختفي من التاريخ بدون ما حد يعرف السبب الحقيقي. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.